السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتعرف على الموهبة الصاعدة التي أبهرت العالم بموهبته، وهو لامين يامال الذي يبلغ من العمر 15 سنة فقط. ويعتبر يمين يامال من أفضل المواهب الصاعدة في العالم. وأتمنى لكم فرجة ممتعة. كان معكم خالد، في أمان الله، مع السلامة. موهبة خارقة، طفل في عمر 15 ينضم لفريق برشلونة الأول بعد إبهار تشافي. اللعب في برشلونة يجب أن يكون ثمنه مرتفعا ومبنيا على الموهبة، العمل في حصص المران والأداء داخل الملعب. لا أحد يملك مكانا مضمونا مهما كان اسمه. تلك كانت تصريحات تشافي هرنانديز حينما سئل مؤخرا عن صعوبة حجز اللاعبين لمكان داخل تشكيل البارسا بعد كل التعاقدات التي أبرمها الفريق هذا الصيف، والتي جعلته يتوفر على لاعبين جاهزين في كل مركز. لكن ورغم كل هؤلاء النجوم والملايين التي صرفت، إلا أن هناك طفلا في عمر 15 أبهر الجميع داخل النادي، وبدأ بسرعة الصاروخ يصنع لنفسه اسما وسط ترسانة النجوم التي يتوفر عليها الفريق، والتي دفع من أجلها ملايين اليوروهات. الأمر يتعلق بالإسباني ذي الأصول الغينية الاستوائية لامين يامال، المهاجم الشاب ذو 15 ربيعا، والذي يعد اليوم الموهبة الأبرز في مدرسة لاماسيا، والاسم الذي يعول عليه الفريق كثيرا في الفترة المقبلة ليكون واحدا من نجوم الفريق الأول. لامين الذي يشغل مركز الجناح الأيمن ورأس الحربة أبهر تشافي بفضل مهارته الفردية الكبيرة وسرعته الفائقة وقدرته المميزة على المراوغة، فلم يتأخر في ضمه لمران الفريق على صغر سنه، وهناك لم يتأخر في إبهار الجميع. لامين بدأ منذ أول حصة مران مع الكبار وكأنه يلعب معهم منذ سنوات. قوة شخصية أبهرت تشافي وفريق عمله، وقدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح جعلت صحيفة موندو ديبورتيفو تلقبه بالظاهرة الجديدة لمدرسة لاماسيا. وأننا لن نتأخر في مشاهدته يحمل قميص الفريق الأول ما أن يكمل السن القانوني لذلك. ما يميز لامين عن البقية هي قدرته على التأدية في أكثر من مركز بشكل رائع، فهو ممتاز جدا أمام المرمى، وسجل عدد أهداف كبير جدا مع الفئات السنية للبارسا، كما أنه مراوغ مميز وسريع، ما يجعله قادرا على اللعب في الرواق أيضا وخلق الفرص لمن حوله. حتى أن صحفي موندو ديبورتيفو قال في هذا الصدد: قد لا نكون أمام أنسو فاتي جديد، بل أكثر من ذلك، نحن أمام موهبة بقدرة تقترب من ليونيل ميسي، وتشافي يعي ذلك جيدا، ما جعله لا يتأخر في منحه الفرصة. لكن على برشلونة الحذر، فعقد اللاعب ينتهي في الصيف المقبل، وهناك مجموعة كبيرة من أندية الصف الأول في أوروبا التي تتابع اللاعب عن قرب وتسعى للحصول على خدماته مع إكمال السن القانوني للانتقال والمحدد في 16 سنة. فهل ينجح البارسا في إقناعه بالبقاء، خاصة أنه بات اليوم ينضم للفريق الأول في حصص الميران، أم أنه سيكون له رأي آخر؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.